الرئيس النهارده بنفتتح محطة جديدة لمياه الشرب، يعني كل فترة وفترة مش بعيدة بنفتتح محطات في القطاع الريفي لكي توفر الخدمات مياه لجميع قرى محافظة السويس والقطاع الريفي بالأخص. النهارده احنا تقول لنا عن افتتاح محطة الشرب. الحقيقه النهارده انا كنت سعاده لاضافه النهارده طفره جديده لمياه الشرب النقيه في حي جناين في منطقه الشرق. زي ما حضرتك عارف ان احنا ماشيين في توسعات محطات المياه سواء كانت قناه السويس او في محطه مياه غرب النفق، والنهارده محطه مياه شلوفه. هذه المحطه اضافه لشلوفه الجديده وتوابعها تضيف 4000 متر مكعب في اليوم لهذه المناطق. مشروع نفذ بإحدى بواسطة إحدى شركات القطاع الخاص تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. الحقيقة المياه يتم اختبار جودتها مرحليا، مرحلة هنا ومرحلة دورية على مستوى الشركة، ثم مراحل أخرى بواسطة وزارة الصحة. أنا مطمئن إن مياه الشرب اللي طالعة النهارده من مياه الشلوفة مطابقة للمعايير والجودة، وسعيد ان القطاع الخاص يشارك معنا النهارده في عمل مثل هذه المشروعات اللي احنا فعلا كنا محتاجينها. ان شاء الله المحطه غرب النفق هنفتحها خلال ايام قليله، ثم توسعات محطه هيئه قناه السويس، كده يبقى اضافه لقطاع مياه الشرب في محطه السويس. دايما كانت مياه الشرب مشكله من المشكلات اللي بتؤرق المواطن السويسي، يعني احنا بعد هذه الانجازات بالتاكيد ان شاء الله ما يكونش في مشكلات خلال الفتره القادمه. ان شاء الله ما يبقاش في مشاكل. هي يعني احنا لازال عندنا، خلينا نعترف، المحطات بتطلع بجوده يجب ان هي ما يجيلناش نوم الا لما نتاكد ان هي بجوده عاليه، لكن عندنا لازال مشكله في الشبكات، ودي اللي احنا ماشيين عليها خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله. برضو في خطه لإقلال الشبكات بحيث الميه اللي تطلع من هنا تصل الى المواطن في نفس الجوده اللي طالعه من المحطه. ان شاء الله بالتوفيق دايما يا فندم. شكرا جدا. باشمهندس علي حسين رئيس باشمهندس علي حسين رئيس شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا فندم. لو اتكلمنا عن تنفيذ هذه المحطة كان مكانها يعني قصتها ايه والنهارده في ايه مع افتتاح السيد المحافظ لهذه المحطة؟ احنا في خلال العام السابق الشركه درست المناطق المحرومه من مياه الشرب والمناطق اللي محتاجه زياده التصرفات فيها، كنا بنسميها بالمناطق الساخنه. فطرحنا تنفيذ 7 محطات مياه، 2 في جنوب بورسعيد، 3 في الاسماعيليه، 2 في السويس. احنا بصدد افتتاح الاثنين اللي موجودين النهارده في الشلوفه تبع محافظه السويس، وباذن الله شغلنا بتوع جنوب بورسعيد ودخلوا الخدمه وافتتاحهم في احتفالات العيد القومي لمحافظه بورسعيد. الاسماعيليه باذن الله نهايه الشهر الحالي اللي احنا فيه خلال الاسبوع القادم هنكون خلصنا الثلاثه اللي في الاسماعيليه، وبكده نكون انتهينا من مشكله ميه الشرب كمناطق ساخنه او كمناطق محرومه او فيها قصور ميه على مستوى محافظات القناه الثلاثه. وكان المشروع ده مخطط يخلص 31 مارس القادم، ربنا كرمنا ونزلنا المده 3 شهور وخلصناه في 31/12/2015. تكلفة قد ايه للمحطتين دول؟ دي المحطتين دول ب 5.5 مليون جنيه. المشروع بالكامل 7 محطات ب 18 مليون جنيه. متابعة هذه المحطات من يعني تشغيل وامكانيات وحاجات خلال الفترة القادمة بيكون قايل لحضرتك؟ المفروض ان احنا هنا عملنا المحطتين دول في موقع محطات سابقة، طقم الفنيين موجود، طقم العمالة موجود على مستوى عالي بالنسبة لشركة محافظات القناة، وقايمين بشغلهم وربنا يكرمنا وهنحافظ على المحطات دي ونحافظ على الصيانة خلال الفترة القادمة. خلال الصيانة مع الشركة ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا وبالتوفيق دايما. الله يخليك.